نزيدوا نقويوا علاقاتنا مع قطر والسعوديه. هذيك علاش نحن ما نحبوش نخرجوا، علاش هما ما يقولوش هكاك، علاش السعوديه ما تقولش حفاظا على العلاقات مع تونس تعطيهم بن علي، حفاظا قطر تقول على علاقاتنا مع تونس تعطيهم خدماتنا، علاش ما نحبوش نخرجوا، علاش هما ما يقولوش هكاك، علاش السعوديه ما تقولش حفاظا على العلاقات مع تونس تعطيهم بن علي، حفاظا قطر تقول على علاقاتنا مع تونس تعطيهم ما نحبوش نخرجوا، علاش هما ما يقولوش هكاك، علاش السعوديه ما تقولش حفاظا على العلاقات مع تونس تعطيهم بن علي، حفاظا قطر تقول على علاقاتنا مع تونس. اول حاجه نعرف شنو هي موارد البلاد، من موارد منجميه مثلا البترول والفوسفات. قال لك احنا في تونس معناتها بين ليبيا وبين الجزائر، لكن البترول نقز وما فماش بترول حسب ما يقولوا لنا معناتها في الشيف القدم. احنا توا في تونس ما عندناش ارقام صحيحه نجموا نعرفوا بها شنو هي مداخيل الجيبيه، شنو هي مداخيل التصدير، عفوا شنو هي مداخيل السياحه، شنو هي مداخيل حتى 300 فرنك اللي يقصوها على الغشاش نتاع التليفون، شنو هي مداخيل الخطايا ما نعرفوش. وفما اسرار اخرى اللي وقع كشفها، اللي هي فما عقد تونسي قطري لإنشاء مصفات للنفط في منطقة الصخيرة بتكليف 2 مليارات من الدولار. مانيش عارف شكون اللي عقد هالصفقة هذية واستشارة شكون. ومش هذا برك، أنه وقع إعدام آبار نفطية. باش نوريكم الأدلة من خبير في هالقطاع هذايا. نحب الناس كلها تتكلم على الموضوع هذايا عوضا باش تحكيوا على حكايات فارغة ضيعنا في الوقت وندخل في متاهات أخرى. فساد آخر نشوفوه اليوم في الإيتاب أنه وصلوا في المدة هذه أنه 3 آبار، زوز في البرم معناها بجانب البرم، وواحد في شركة ستار في مدى سود. هذوما آبار متاع بترول، معناها تكلفوا 3 آبار هذوما تكلفوا مبالغ يناهز على 20 مليار في البئر الواحد. ونشوفوا أنه النتائج متاعهم كانت سلبية. وصلنا أكثر من هذا، أنه الأبوندون متاع بير متاع رمادة أنه يصير أبوندون والبترول يطلع في وسطه وهم يصبوا فيه في السمان. معناها وصلنا لفترة متاع تخريب الآبار متاع النفط. بيبرقوا زاد كيف نحبوا نفهموا اليوم كيفاش في ظرف 3 ولا 4 شهور معناها 4 آبار يعدموهم ويدمروهم، معناها يتكلفوا أقل شيء 60 حتى 80 مليار معناها على الحكومة. معناها شنو هو المغزى وشنو هو الخطة اللي يتبعوا فيها؟ هل ترى ناويين يدمروا الآبار متاع البترول، ولا ناويين عندهم أغراض سياسية في الحكاية هذه، ولا خاطر فنيا المعطيات اللي عندنا أنه وقع عملية تخريب للآبار هذه، خاصة 3 آبار اللي هم متاع الدولة الزوز ومتاع مدرسة منتجين، فهمتني؟ وكيما العمليات متاع هذا الكل شكون يتحمل الخسائر هذه الكل اليوم؟ شكون يتحاسب؟ قطاع اليمين وقطاع الطاقة وقطاع الواحد هذا يلزم فيه غربلة كبيرة، ويلزم فيه تصفية كبيرة، ويلزم فيه ثورة باش توصل للبلاد هذه، وفتحان كل ملفات اليوم، ملفات موجودة والناس معروفة وكل شيء، لكن المشكلة ما صار شيء. معناها اليوم تشوف ما تغير شيء وما تبدل شيء وهم بيدهم نفس الأشخاص. ايش قولكم تمام؟ ما عندي ما نقول، السكوت من ذهب. نستنى فرقة ناصر تاعكم. تصبح على خير.